اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده اعمل معاكم سلطه الطحينه من غير توم، بس تحفه ما بتتعبش على الصدر زي التانية. محدش عملها قبل كده، بس جميله قوي قوي، لازم تجربوها تعجبكم. بصوا، اول حاجه ادي الطحينه اللي انا عاملاها معاكم اهي. بصوا عامله ازاي. اقلبها شويه، لازم اقلبها كده في الاول. بصوا اقوم حاطه شويه طحينه. دي الطحينه اللي انا عاملاها معاكم اهي، معلقتين اتنين كده بس. بقوم حاطه ميه دافيه، ومعلقه صغيره بس ملح، معلقه صغيره قصدي خل، وبصل بودره وتوم بودره وسنه ملح. بس كده، هي دي المقادير بتاعتنا. جربوا الطريقه دي، مش هتتعبكم، وخفيفه قوي قوي على المعده. خفيفه قوي على المعده. تنكوا قلبوا جامد كده لحد ما القوام يبقى مظبوط. بصوا بصوا تقلت معايا ازاي. يعني كل اللي انا حطيتهم معلقتين اتنين بس طحينه، معلقتين اتنين كبار. بصي الكميه عملت ايه قد ايه. بصي تقلت ازاي. جربوا الطريقه دي ولا هتتعب الصدر، غير بالثوم اللي هو الثوم اللي هو احط شويه ميه كمان، غير الثوم اللي هي الفصوص دي بتتعب على الصدر. هقلبها كويس قوي قوي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي القوام بقى جميل ازاي. تنكوا قلبوا لحد ما تنعم كده. عاوزين تحطوا ميه تاني حطوا، القوام مظبوط براحتكم. هقوم حاطه يعني عصره ليمونه، احط شويه صغيره بس منها كده، وسنه كمون، وحوالي نص معلقه بس زيت من اللي هو العباد او زيت ذره يكون نضيف. بس كده، واقلبها قوي كده. عاوزين تحطوا عليها شطه حطوا، بس بالطريقه دي سلطه الطحين اخف سلطه الطحينه ممكن تاكلوها في حياتكم، احسن من التوم الفصوص. وابقى اعملها لكم مره بالثوم، بس كده بتبقى خفيفه ما بتتعبش المعده. وخلاص هي كده خلصت معايا. بصوا القوام بتاعها. ادي كده سلطه الطحينه. ما تنسوش تشتركوا لي في القناه بتاعتي وتعملوا لي لايك، ومع السلامه.